علامات لو حصلت دي معناها ان انت في خطر. اول حاجه لو انت في بيتك وشميت ريحه سمك، ده معناها ان في تسريب كهربائي، لان الكهرباء لما الاسلاك بتاعتها بتسيح بتعمل ريحه شبه ريحه السمك، وساعتها لازم تفصل الكهرباء فورا وتفتح النوافذ للتهويه. تاني حاجه لو حصلت اي نار في المطبخ، حاول ان انت ما تطفيهاش بالميه ولا ترش عليها ميه، لان الميه ساعتها هتزودها. تحاول ان انت تقفلها بغطا معدني، او تحاول تجيب اي قماشه مبلله فيها ميه وتغطيها بيها. رقم 3 لو كنت في مكان ما ولدغتك افعى، ما تحاولش ان انت تمص السم بتاع الافعى او تحاول تربط رجليك او ايديك. كل اللي هتحاول ان انت تعمله ان انت تحاول على قد ما تقدر تثبت وما تتحركش عشان السم ما يتحركش في جسمك اكتر. اما بقى لو انت كنت في مكان نائي والمكان ده ما فيهوش شبكه، حاول على قد ما تقدر ان انت تقفل الموبايل وتفتحه تاني او تعمله وضع طيران، لان هو ساعتها بيحاول يلقط اضعف شبكه وبيحاول يلقط بيها. اما بقى لو كنت في البحر وحصل ان التيار كان جامد وحصل ان التيار بقى يشدك بعيد عن الشاطئ، حاول ان انت ما تعومش عكس التيار، لان ده هيشدك اكتر. حاول ان انت تعوم بموازاة التيار عشان تقدر ترجع تاني للشاطئ. واخيرا لو شفت حد بينظف قدام منك وخاصة يعني بمادة الكلور واغمى عليه، كل اللي هتحاول تعمله ان انت تشده، لان فده ممكن يكون جاله تسمم بسبب او اختناق بسبب ريحة المواد التنظيفية او المواد التنظيف. حاول كل اللي تعمله ان انت تشده بعيد عن المكان ده، وفي نفس الوقت تخرجوا في مكان يكون فيه تهوية كبيرة. اما بقى لو عربيتك اكفينا الشر يعني وقعت في مكان او في بحيره فيها ميه، كل اللي هتحاول ان انت تعمله اول حاجه تفكر فيها ان انت تحاول تخرج من الازاز، تفتح الازاز بتاع العربيه قبل ما العربيه تتملى بالميه، وتحاول ان انت تخرج من الازاز. ولو ما قدرتش تفتح الازاز حاول ان انت تكسره. ولو كنت في حريق وحسيت ان انت مش قادر تصرخ في الحريق ده، فتعرف ان انت ابتلعت كميه دخان كبيره جدا ولازم ضروري تخرج بعيد عن المكان ده، وما تحاولش تاخد اي حاجه غير ان انت تخرج في مكان نقي يكون فيه هواء كتير. لو حد قدام منك عنده السكر ولقيته بدأ يعرق جامد جدا وبدأ ان هو هيغمى عليه، حاول على قد ما تقدر تديله حاجة يكون فيها سكر، لان هو كده جاله هبوط حاد في السكر اللي عنده. لو حسيت بصداع، الصداع ده أسوأ صداع ممكن تشوفه في حياتك، ده خلي بالك ده ممكن يكون علامة للنزيف الداخلي في المخ. اما بقى لو حسيت بألم شديد في الصدر، فده ممكن يكون علامة لنوبة قلبية، وبالذات لو في ألم في الدراع. اما بقى لو كنت في مكان شديد البروده وبدات تحس ان انت بدات تنام، فخلي بالك لازم تقاوم النوم، لان معنى انه عايز ان هو جالك معناها ان درجه حراره جسمك بتنخفض اكتر، وكل ما هتقاوم النوم كل ما هتقاوم ان انت ممكن بعد الشر تموت. اخيرا هدومك لو اشتعلت بالنار حاول على قد ما تقدر ما تجريش، لان انت كده هتزود النار اكتر. كل اللي هتعمله توقف، تمدد وتدحرج. ويا رب تكون كل المعلومات فادتكم، باي باي.